ازيكم؟ النهارده هكلمكم عن الجهاز الهضمي، وده من اهم الاجهزه في جسم الانسان. طيب بيبتدي من فين؟ بيبتدي من الفم لغايه فتحه الشرج، بيتضمن بقى الامعاء والمعده والامعاء الغليظه وحاجات كتير جدا، البنكرياس، الكبد، كل الحاجات دي بيمر من خلالها الاكل اللي احنا بناكله. الاكل اللي احنا بناكله بيدخل عن طريق الفم، بيمتص وبيتاخد مع اللعاب والانزيمات، فبتتحول الاكل من صورته اللي انا باخدها اللي هي صورته العاديه لصور الجسم ينفع يستخدمها. يعني مثلا الكربوهيدرات والسكريات بتتحول في الجسم لجلوكوز، البروتين بيتحول لاحماض امينيه، الدهون بتتحول لاحماض دهنيه. بيبتدي الجسم ياخدها ويستخدمها في الأعضاء بتاعته، في الخلايا بستخدمها، في الطاقة بستخدمها لنمو بعض الأعضاء. حتى واحنا في سن كبير بيبتدي يريكفر شوية خلايا أو أعضاء أنا محتاجة إن أنا ريكفر عن طريق الأكل. مهم جدا إن أنا آخد الأكل ده. طيب المشكلة بتحصل في ايه؟ المشكلة بتحصل لما بتكون عندي مشكلة في انزيم من الانزيمات او في اي جهاز من الاجهزة اللي هي بتاعت الجهاز الهضمي، زي الامعاء او الكبد او الحاجات دي. طيب ايه المشاكل اللي احنا بنقابلها؟ بنلاقي مثلا ان عندنا حاجة اسمها تقرح القولون او التهاب القولون او ارتجاع في المعدة والكرونز والحاجات دي كلها. دي مشاكل بتقابل الجهاز الهضمي، فبتأثر على امتصاص الأكل، وبتعمل لنا حاجة اسمها سوء تغذية. يعني الجسم مش قادر يمتص الأغذية اللي أنا باكلها بصورة كويسة ويحولها في الجسم والجسم ياخد التغذية دي بصورة كويسة جوه جسمي. طيب طبعا كل حاجة وكل مرض ليه العلاج بتاعه. عايزة اقول لكم كمان انه الجسم او الجهاز الهضمي بيستغرق وقت طويل شوية في هضم كل أكلة، من 4 ل7 ساعات بياخد وقت للهضم. فين؟ في المعدة وفي الأمعاء. طيب وفي بقية الأجهزة بياخد وقت طويل قوي، من 40 ل50 ساعة. في الأمعاء الغليظة بيستغرقها الأكل في الهضم بتاعها. يعني إذا الموضوع عملية معقدة شوية، محتاجين تقروا عنها لو انت عندك مشكلة من المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها دي. طيب ازاي اعالج او ازاي اساعد او ازاي احافظ على الجهاز الهضمي بتاعي؟ اول حاجة حاول ان انت تقلل عدد الوجبات شوية، او اعمل حاجة اسمها الصيام المتقطع، انه احنا تبقى مثلا اخر وجبة قبل النوم بساعتين 3 واول وجبة بعد ما تصحى بساعتين 3، فانت بتدي وقت للجهاز الهضمي ان هو يريح شوية. حاول يبقى فيه فترات بين كل وجبة والتانية، او بين الوجبة والسناك، فيبقى فيه من 2 ل4 ساعات الجسم يهدى فيهم شوية، ما ندخلوش كل شوية حاجة تحتاج لعمليات ان هو يقعد يكسر في الاغذية اللي انا مدخلها، فمحتاجين نديله وقت راحة شوية. حاول وانت بتاكل تمضغ الاكل بطريقة احسن، يعني خد وقت في مضغ الاكل. ليه؟ عشان ينفع الجسم ياخده ويمتصه بصورة ابسط شوية، فما يقعدش الجهاز الهضمي ياخد العملية دي بصورة كبيرة. طيب ايه كمان من الحاجات المهمة؟ حاول تكتر الالياف بتاعتك. ايه الالياف اللي موجودة في الخضار، موجودة في الفاكهة، في الحبوب الكاملة. الحاجات دي بتساعد على الهضم، وبتساعد انه تخلي الاجهزة بتاعت الجهاز الهضمي، الاجهزة اللي بيمر بيها الاكل، تمتص وتاخد الاكل بصوره ابسط شويه. فحاول كل الياف كتير، يعني دخل السلطه والكابوتشا والحاجات دي كلها في وجباتك، بتهدي كتير قوي. يعني كذا حد من اللي عنده مشاكل في القولون لما بياكل سلطه، بياكل كابوتشا، بياكل خيار، بياكل الحاجات دي كلها، الدنيا بتبقى احسن شويه معاه في الهضم، وبتقلل من الوجع بتاع القولون. حاول تشرب ميه كتير على مدار اليوم، من 8 لكتر بقى لغايه وانت طالع، على قد ما تقدر، على حسب الجو، على حسب الرياضه اللي انت بتعملها. حاول تكتر عدد مرات شرب الميه خلال اليوم. مارس الرياضه من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعد الجهاز الهضمي على ان هو يقوم بالوظائف بتاعته. حاول تنام كويس جدا زي ما كنا بنتكلم، نام مثلا 6 7 لغايه 8 ساعات
بالليل نامهم بصورة كويسة. لو عرفت تنام في وقت الظهر كده شوية او في وقت بعد الظهر ما ترجع من الشغل، دي هتبقى حاجة كويسة جدا. حاول تحافظ على جهازك الهضمي لان هو ده اللي بيأثر على حاجات كتير جدا. لو انا عندي تقرحات، لو انا عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، بيأثر على كل حاجة تانية، بيأثر على الاعصاب، بيأثر على المخ، بيأثر على كل حاجة. مش بعرف ابدع، مش بعرف ان انا اشتغل بطريقة كويسة، دايما عصبي، دايما مشدود. ليه؟ لان انا تعبان. طبعا بتأثر على حاجات تانية جدا في موضوع الاخراج، انه لو امساك او اسهال او الحاجات دي كلها برضو بتتعب الجهاز الهضمي وبتتعب بتتعب جسمي جدا. فحاول ان انت تشوف المشكلة فين وتحاول ان انت تعالج. حاول مش اول حاجة تلجأ لها هي الادوية، يعني لو انت في البداية ما تلجأش للادوية، شوف ايه الاكل اللي بيتعبك وحاول تبعد عنه. طبعا من الاكلات المتعبة جدا السكريات، لان هي بتعمل التهابات في الامعاء وبتعمل التهابات في الجهاز الهضمي، فحاول تبعد عنها خالص. برضو الدقيق الابيض من الحاجات اللي مش مفيدة خالص وبتكتر التهابات الاعصاب والتهابات الجهاز الهضمي. ابعد عن الزيوت المهدرجة والحاجات اللي فيها مواد حافظة، اي حاجات معلبة او في اكياس او كده ابعد عنها. حاول تاكل الحاجات الفريش، الاكل الطبيعي بتاع ربنا، خضار، فاكهة، لحوم، حاجات زي كده. حاول اللحوم تاكلها بصورة تبقى طرية شوية عشان الجسم برضو يعرف يمضخها ويمتصها بصورة كويسة. لو انت عندك مشكلة في الجهاز الهضمي حاول تقلل الوجبات شوية، يعني قلل كمية الوجبات، حاول تقسمهم على اليوم. يعني مثلا لو بتاخد 3 وجبات كبار او وجبتين كبار، لا قسمهم اكتر من كده، اعملهم 4 أو 6، فتبقى كل شوية بتاخد حاجة صغيرة، فالقولون او الجهاز الهضمي يعرف يستوعب الاكل بطريقة احسن شوية. دي شوية تيبس وتريكس كده هتفرق معاك جدا في الاكل بتاعك، في امتصاص الاكل، في ان انت تستفيد من الاكلات اللي انت بتاخدها وجسمك ياخد كل الفيتامين والمعادن والاحماض الامينيه والحاجات دي كلها يستفاد بيها في جسمه. لو عندك اي سؤال ابعت لي، ولو محتاج متابعه زي ما كنت قايله لكم انا عامله باكجز سواء اونلاين او في العياده، تواصل معايا وهبعت لك كل التفاصيل. ميرسي ليكوا خالص.